كان لي الدوري السوري يلي عامل لي حاله NBA، لانه بحمص كانت الصاله مشتعله والجماهير عايشه كل ثانيه على الاعصاب، لانه مباراه الكرامه والشبيبه ما كانت مباراه عاديه ابدا، كانت سيناريو مكتوب لفيلم سينمائي. اي والله، مباراه عادلت 10 مرات، والشبيبه وصل ليتقدم بفارق 9 نقاط، وكانت مباراه بين مد وجزر، كانت حاضره من اول دقيقه لاخر صافره. نوصل للثواني الاخيره والتوتر باقصى درجه، والجمهور واقف على اعصابه بالمباراه، وحتى اللاعبين والمدربين وكل شيء كان عم يحضر المباراه. هون بتجي صافره تحكيميه، فاول باللقطه الاخيره، 3 رميات للكرامه، الاولى دخلت والثانيه دخلت والثالثه حرفيا الكل على اعصابه ناطر شو بده يصير، هدوء تركيز، الكرة دخلت بالشبك. الكرامة بعد ما كان متأخر بفارق نقطتين، هلا عم يتقدم 74-73 بفارق نقطة واحدة، والصافرة الأخيرة بتنتهي المباراة لصالح الكرامة. هلا الصافرة التحكيمية باللقطة الأخيرة حلاوتها بالجدل اللي عم تعمله، لأنها بتعطي الدوري حماس ومتابعة ونقاش ما بيخلص. إذا بدنا نحكي أرقام، فهيك مباريات بتنحسم بالتفاصيل الدقيقة، والكرامة حسب من خط الأعصاب من الفري ثرو، سجلوا 18 من 20 رمية بنسبة 90%، وبتصور هي كانت أعلى نسبة بالدوري السوري لحد هلا. وهون اللقطة الأخيرة من المحترف كواري اللي سجل 3 رميات بتعطينا فكرة إنه ما كانت صدفة، بل كانت ثقة وخبرة وهدوء تحت الضغط وتركيز عالي من لعيبه الكرامه انه بده يرجعوا للعبه. اما الشريبه فاكتفى بتسجيل 10 من 17 بنسبه 58.8%، وهون مثل ما قلت لكم الفرق بين التركيز اللي بيحسم والتركيز اللي بيضيع المباراه. حرفيا ما كانت مباراه عاديه، كانت جنون سلوي بصاله حمص. هذا الدوري السوري حرفيا بنكهه الام بي اي. اكتبوا لي رايكم بالتعليقات، هل استحق الكرامه الفوز؟ وهل قرار الحكم باللقطه الاخيره كان صحيح؟ والجدل أكيد مشروع وبزيد حلاوة المتابعة. ومبروك للكرامة وهارد لك الشبيبة، أمتعتونا بالمباراة. شكرا كتير لكم.